التليفون ده شغال. الو 2 3 4. اهلا، مساء الخير، ازيك، عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ يا أهلا يا أهلا يا ألف أهلا وألف سهلا. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صدى ثوت. جماعة، عارفين مثل عشم إبليس في الجنة؟ انتوا متخيلين الشخص اللي طلع المثل ده كان متراضي قد ايه من عشم الناس حواليه؟ لدرجة انه خلى إبليس يبص على حاجة ما كانش ينفع يفكر حتى انه يعدي من قدامه. حلقتنا النهاردة عن العشم اللي بيخلي الناس تطمع في حاجة مش من حقها أو تستنى نتيجة مستحيلة. والعالم مليان ناس متخذة المثل ده الصديق الأعز، فخلينا نتكلم عنهم شوية. تعالوا نفكر سوا، العشم ده لو عايزين نوصفه كشعور هيبقى ايه؟ بحس انه ممكن يبقى أمل. مش احنا دايما لما بنكون عايزين حاجة تحصل بنقول اننا متعشمين في ربنا؟ يعني عندنا أمل ان الحاجة دي تحصل. بس الأمل كشعور جميل هو بعيد تماما عن العشم المتعارف عليه مؤخرا. العشم ده كان ممكن يبقى أجمل شيء في علاقتنا، بس للأسف هو اتحول وبقى الشيء الأسوأ. نقدر نقول إن العشم عقد بين طرفين، بس هما ما كتبوش وبالتبعية ما وافقوش عليه. عقد ما تحطلوش بنود واضحة، فعادي إن كل واحد يفسره ويستغله على مزاجه. العقد ده بيتخلق أول ما بنحس مشاعر حب أو whatever تجاه الأهل، الصحاب، البارتنر. بيبقى valid وله وجود بمرور وقت وعشرة ومواقف. وكل ما العلاقة بتتوطد كل ما العشم بيزيد ويكبر ويتشاف إنه حب، والناس تبدأ تدي لنفسها مساحة بسبب الحاجة دي. وكأنك بنك، كل موقف حلو بتعمله بيزود الرصيد، والعشم بيخلي الشخص التاني يسحب من الرصيد ده. الفكرة بس إنه محتاج يكون واخد باله الرصيد يسمح ولا لا، عشان ما يتحولش لشخص رزل بيسحب ويخلص الرصيد على الفاضي. العشم في معظم الأوقات برضو بيخلينا نتخلى عن الديفنس ميكانيزم بتاعتنا، عشان احنا كلنا عندنا الناس اللي من عشمنا فيهم بنقلع الماسك اللي بنواجه بيه العالم. بنأمن لهم جدا، مش بنقلق أو بنحط في اعتبارنا الغدر أو الوجع أو إنهم ممكن يضغطونا بشكل ما. ولما ده بيحصل بنتوجع قوي. نيجي بقى لنوع العشم اللي مفيش أكتر منه في حياتنا. بيبقى شوية قلة ذوق وبنسميها عشم. بيبقى الشخص بجح وبلط بيتدخل في حياتك بدون أي إذن، يقولك تعمل إيه ويسألك أسئلة ما ينفعش أصلا يسألها، ولو اتكلمت يتقمص ويقولك ده أنا عشمي فيك كبير. فلا يا جماعة، في فرق كبير قوي بين العشمان فعلا في كرمك والفارض نفسه عليك. الناس فاكرة ان عشمهم فينا بيلغي خصوصياتنا، فتعالوا نبص بصة كده على الشخصيات اللي العشم واخدهم موت ومش لاقيين حد يوقفهم. عندنا مثلا الضيف الجميل المفاجئ التقيل اللي فاكر نفسه صاحب بيت، وتلاقيه فجأة بيكلمك يقولك ها الغدا ايه النهاردة؟ غدا؟ انت ما تعرفش انا هاجرت، انا اصلا سبت البيت. يا الله. ولا بقى الخطير مدير اعمالك، او خلينا نقول مدير حياتك، اللي عارف ايه اللي يناسبك وتحب تخرج فين والاوردر اللي هتطلبه ايه، وما تشغلش بالك انت انا هظبط لك حوار الشغل ده. لا لا لا، انت ما تشغلش بالك خالص بحياتي لو سمحت. وطبعا بطل موضوعنا مخترق الخصوصية الاول ووكيل انباء العشم، الشخص اللي ما يخصوش بجنيه، بس طبعا لازم يعرف انت بتقبض كام وما خطبتش ليه لحد دلوقتي. ايه ده بس انت تخنت قوي، على فكرة انا بسأل من عشم. المشكلة يا جماعة ان بجد كلهم باختلاف المواقف والاماكن بيحسسونا اننا غلطانين، وبيرموا كلمة عشم في اي حتة على اساس هنجيب ورا مثلا ونحس بالذنب. فانا قعدت افكر ازاي ممكن نفرمل الناس دي بشياكة من غير ما نكون ناس قليلة الذوق. فاحنا ممكن نعمل شوية خطط كده واستراتيجيات دفاعية لحل القصة دي. فكرت انه ممكن نعمل حاجة كده زي الساندويتش، هنحط لايرز فوق بعض، هنستخدمه في كل المواقف. هيبقى عبارة عن عيش، وبعدين هنحط كلمة حلوة، بعدين نحط الرفض بتاعنا، ونقفل على الوش كده بالاختيار البديل. فلما حد يعزم نفسه عندك فجأة
هتقول له يا خبر تنورني طبعا، بس والله انا متعشم فيك انك تعذرني النهارده لاني عندي حاجه متظبط لها من فتره، خلينا نأجلها الاسبوع اللي جاي، ايه رأيك؟ فانت كده يا ريس كبرته، طبلت له، رضيته، وما جيتش على نفسك. عندنا بقى الناس اللي بتتمادى وتسوق فيها تريلا عشان عارفه ان انت مش هتكسف حد وتحرجه، ممكن ما تردش، فعادي احنا هنتعامل معاهم بوضوح، بحيث انه لما يسألك مثلا انت بتقبض كام هترد تقول انه انا والله متعود ما اتكلمش في التفاصيل دي، انا يا والله انا اصلا ما بيشغلنيش فلوس، انت عارف يا راجل ده كله بيخلص وبيتصرف. قولي انت بس ايه رأيك في المول الجديد اللي فتح ده، انا روحته كان تحفه، بس حلو بقى، يعني ارميله اي توبيك تاني بس حلو فيه بجد. ولو خلصتوا كلام وهو رجع بقى فتح الموضوع بمنتهى البجاحة طبعا، فهتكون انت في اول ردك قبل كده وضحت ان انت متعود على ده من زمان، ده مبدأ عندك، بحيث انه ما يتقمصش وياخدها بشكل شخصي بقى. الموضوع بره عنك، الموضوع بجد بره عنك تماما، ملكش فيه بهذه البساطة. ومهم قوي مهم قوي وبجد يا جماعة ان احنا ما نغلفش الرفض، احنا نقوله بشكل صريح من غير اي مبررات طويلة، عشان بحس ان فكرة ان انت هتقعد تعتذر وتبرر كتير ده بيدي فرصة للي قدامك انه يجادل ويفتح له باب عشم من ناحيتك، وده لو حصل والله ما هنخلص. فانت محتاج تديله رفض قاطع بشكل مؤدب، مع توضيح ان الرفض ده ملوش اي علاقة بشخص البني ادم. اعتقد ده هيكون كافي وعافي بالغرض بشكل كبير. يعني في اوبشن تحفة بجد، اوبشن تحفة من اكتر الاوبشنز اللي انا بحبها جدا، وهو قلب الترابيزة. جماعة احس ان انا شخص شرير قوي دلوقتي، بس بجد قلب الترابيزة ده من اجمل الحاجات اللي في الدنيا. انا بجد متضايقه من نفسي، انا ما ينفعش اقول كده، انا ما بعرفش اعمله، هو انا كده ما بعرفش اعمله، نفسي بجد اعرف اعمله، بس صدقوني انا بحسه اكتر حاجه لايقه للرد على الناس دي، لانك بترد بنفس الطريقه بتاعته، اللي هو انا محدش فكر فيا، محدش فكر يحترمني ولا يحترم خصوصيتي، فعادي جدا لما حد ياخد قرار عني في شيء ان انا ارد واحرجه واكسفه واقول له وارفض. طبعا كده كده هرفض، هقول له ان انا مش هقدر اعمل ده، وده بسبب ان انت اللي اتصرفت من دماغك. يعني انت لو تديني فرصه وتسيبني كده انا اللي اخد القرار، انا والله هكون شاكر جدا، عادي، وهتبقى ما احرجتش نفسك برضو. اخر حاجه بقى اللي هو يعني احنا حاولنا بكل الطرق الممكنه ولكن انتهت حلول الارض، مضطرين نلجأ لده، انه على السكه على الدغري لو اتضغط عليك في المواقف اللي شبه كده، بعد كل ردودك بقى اللي مليانه ذوق وادب واحترام، انت هتوضح انه متضغطش عليا، لو سمحت محدش يضغط عليا خالص، عشان انا عادي جدا اخسر الناس والله، لان محدش هيحب وجود حد في حياته بيضغطه، تمام؟ فلا، انت لو قعدت تزن عليا او فاكر ان ده عشم وعايز تعرف حاجات وكل ده بجد ضغط غير مقبول بالنسبه لي، وهيسبب زعل وخساره، وانت طبعا مش عايز كده، الا لو انت عايز كده فاتس اوكي، ماشي براحتك، يعني زي ما تحب. طالما الزوم مش نافع معاكوا بقى هنعمل ايه يا جماعه بجد؟ وبعد كل اللي قلناه ده، مش الحل اننا نعمل ستوب لمشاعرنا ونبطل نتعشم في الناس، لان الحياه هتبقى جافه جدا وناشفه، ماشيه بالمسطره من غير روح. ولو جينا نفكر فيها نلاقي ان في عشم حلو بجد. العشم لما بيكون صحي وفي محله بيكون طبطبه لينا، عشمك في صاحبك لما تكلمه وقت ضيقه او خنقه عشان يسمعك ويهون عليك، وانت عارف كويس جدا ان انت مش هتبقى بتتقل عليه او بتزعجه. عشمك انك تطلب خدمه من حد ومرتاح قوي لفكره انه هو ممكن يقولك لا عادي، مش هتزعل وتكبر حوار عشان انت متعشم في صراحته وعارف انه لو يقدر يساعدك مش هيتاخر عليك. العشم يا جماعه اللي مبني على الثقه والحب، اللي بيخلينا نشيل بعض وقت الشده ونحترم خصوصيه بعض وقت الراحه. فتعشموا عادي يا جماعه، بس بالناس الصح. اختاروا ناس قلوبهم واسعه وعقولهم واعيه فكره وجود حدود. يا رب ما كنتش طولت عليكم والكلام كان خفيف على قلوبكم، وكعادتنا الجديده هسيبكم مع الاغنيه دي.